سيون بطريقة ما من التجسس على محادثات معذبيه، وهنا يكتشف الصدمة الكبرى. فقد تمكن أولئك الأوغاد من التملص من العدالة، فقد هربوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهم الآن يعيشون حياتهم وكأن شيئا لم يحدث. بهذا الخبر يصيبه الاكتئاب من جديد فيلقي نفسه على السرير، وفي تلك اللحظة بالذات يسقط جسم غامض من السماء فيصطدم بعنف بسطح المبنى. نتيجة الارتطام يحدث صوت هائل. يصاب سيون بالرعب ويخال في بادئة الأمر أن الأمر مجرد سرقة أو ربما عودة المعتدين ليعتدوا عليه مجددا، لكنه يقرر أن يقوم بجمع شجاعته ويفتح الباب ليتفاجأ بسيف متوهج مغروس في منتصف السطح. يغمره الذهول فلا يستطيع تفسير كيف قد وصل سيف كهذا إلى مكانه، وبعد أن يتأمله لساعات يقرر في النهاية أن يتجاهل على أمل أن يأتي صاحبه لاستعادته لاحقا. لكن في منتصف الليل بينما هو نائم يبدأ يسمع دقات طبول غريبة، فيرى في حلمه مشهد من ساحة معركة، حيث يظهر صاحب السيف وهو يقود جيشا عظيما ضد وحوش وعمالقة. يستيقظ معتقدا أن الأمر كله كان حلما، لكنه يسمع ضجيجا من الخارج. يفتح الباب ليجد السيف مشتعلا بالنار ولا يستطيع تفسير الأمر. يذهب مباشرة لجلب المال يقوم بإطفائه، ويتكرر المشهد كل ليلة عند تمام الساعة 12 مصحوبا بدقات الطبول أيضا. في البداية يحاول أن يقوم بطرد الشيطان من السيف لكن دون أي جدوى. مع مرور الأيام يعتاد على الأمر ويكتفي بانتظار اللحظة المحددة ليقوم برش بالماء قبل أن يشتعل النيران، لكن الروتين يجعله يميل في النهاية. فذات ليلة يقرر أن ينهي من هذا الموقف الغريب فيمسك السيف بيده لأول مرة، فتنفجر من السلاح كرة نارية هائلة تشبه الشمس وتصطدم به قبل أن يتمكن من التفاعل. يبدأ في تلك اللحظة يمر بتجربة غريبة، كأن ذكريات وأحاسيس شخص آخر تضخ فيه، فلا يستطيع الحراك فيكتفي باستيعاب كل هذا التدفق العنيف من المشاعر والأحداث، مما يسبب له معاناة شديدة. وبعد انتهاء هذه العملية المريرة يسقط مغشيا عليه ويده ما زالت تقبض على السيف. يستيقظ في اليوم التالي ظنا بأن كل ما قد حدث كان وهما، لكن وجود السيف أمامه يذكر بأن الأمر حقيقي، بل يشعر فجأة وكأنه يعرف كيف يستخدمه. يحاول أن يقوم ببضعة حركات لكن جسده النحيل لا يتحملها فيسقط مصابا بإصابات بالغة. يزوره الطبيب أو الممرضة مجددا فتندهش من إصاباته الجديدة، لكنه يدعي بأنها ناتجة عن ممارسة للتمارين الرياضية بشكل مفرط، فلا تقوم بتصديقه وتخبر بأن شفاءه سوف يستغرق أسابيع. رغم كل ذلك يحاول سيون الإمساك بالسيف مجددا، لكن الإصابات والألم يمنعه من ذلك. وفجأة يتردد في رأسه صوت غريب يقول له بأن الطريق إلى القوة بسيط وهو أن يقوم بحمل السيف ويركض حتى ينهى. تمضي بضعة أيام وتعود الممرضة لتفقد حالة سيون، فتنبهر حين ترى بأن جروحه قد التأمت بسرعة غير مفهومة. تسأل إن كان قد يستخدم دواء سريا لكنه يصمت ولا يجيب، فتحذره من أي إصابات جديدة في المكان نفسه قد تكون أشد خطورة له. رغم ذلك لا يكاد يهدى في رأس ذلك الصوت الغامض الذي يحثه باستمرار على التدريب. يمتلئ سيون بالحماس لكنه يتوقف حين يدرك فجأة بأنه لم ينزل الدرج منذ عامين، فيقرر أن ينتظر حلول الليل ليبدأ تدريبه بعيدا عن أعين الناس. وحين يأتي الظلام يثبت سيف على ظهره ويشرع في الركض، رغم أن